في الشركات والمؤسسات الكبرى في حاجة اسمها الهيراركي أو الأورجانيزيشن تشارت، اللي هو بالعربي كده الهيكل التنظيمي للمؤسسة. الهيكل التنظيمي ده بيحدد حاجة اسمها الريبورتنج لاين، اللي هو مين بيرفع تقريره لمين ومين مسؤول عن مين. نبسطها شوية عشان نفهم ايه الموضوع. مثلا في أي شركة بيبقى فيها موظف، الموظف ده بيبقى ريبورتنج تو أو مسؤول من السوبرفايزر اللي هو المشرف. المشرف ده بيبقى مسؤول من المانجر اللي هو المدير. ده كده اسمه التسلسل الوظيفي، ده اللي بيحدد المسؤوليات والواجبات. كل واحد بياخد تعليماته من اللي فوقيه مباشرة، ولو عنده مشكلة برضه بيبلغها للي فوقيه مباشرة. طبعا موضوع الهيراركي ده انا يعني اتطور كتير عن اللي انا بقول، انا ببسط القصة يعني. انما الموضوع دلوقتي كبر وبقى فيه الاكزيكتيف اللي هو ريبورتنج للسوبرفايزر، والسوبرفايزر ريبورتنج للمانجر، والمانجر ريبورتنج للسي او، والسي او ريبورتنج للبورد اوف دايركتور، وبعد كده كل ده ريبورتنج للشيرمان او اللي هو رئيس الشركة. قصة طويلة سيادتك في خامتك يعني. ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة. طيب القصة الطويلة دي ليه بقى؟ لأنه ما ينفعش الموظف العادي يتخطى المشرف مثلا ويروح يشتكي للمدير مباشرة. في الرياضة عندنا واحد زي الحكم محمود البنا بيستغيث برئيس الجمهورية مباشرة، ساب اتحاد الكورة برئيس لجنة الحكام بالوزير بالناس دي كلها، وبيستغيث برئيس الجمهورية. حلمي طولان شرحه بيستغيث برئيس الجمهورية برضه. الزمالك ذات نفسه بيستغيث برضه برئيس الجمهورية. ده بالظبط عامل زي الموظف اللي في الشركة اللي بيتخطى المشرف وبيتخطى المدير والمدير الإقليمي والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، وبيروح مباشرة يشتكي لرئيس الشركة. تفهم من ده إيه؟ إن كل ريبورتنج لاين أو المسؤولين اللي أنا قلت عليهم دول كلهم في البلالة ومش عارفين شغلهم ولا ليهم أي 30 لازمة، وإن ده كده يبقى سوق الكانتو ومش مؤسسة محترمة. إحنا عندنا منظومة فيها بريدة ومجاهد مش طايقين أحمد دياب. ده عنده لجان إعلامية والتاني برضه عنده لجان إعلامية، والاتنين بيشتموا في بعض. عندك حلمي طولان وأحمد حسن وعصام الحضري مش طايقين حسام حسن. حسام حسن برضه مش طايقهم. وكل فريق من دول عنده إعلاميين بتوعه اللي بيساندوه بيهاجموا في الفريق التاني. الناس كلها ماسكة في بعض وكله بيشرشح لكله، ووسط كروي فاسد بمعنى الكلمة. في وسط المهازل دي كلها يطلع لك وزير اللامساس يقولك إن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب كانت مجاملة لإخواتنا والأمر انتهى على كده. مش يسكت بقى، لا يطلع لك تاني يوم يقول لك لن نسمح بتكرار ما حدث في كأس العرب في كأس الأمم الأفريقية. يا جماله، لن تسمح ازاي يعني؟ زي فضيحة أولمبياد باريس كده. وهتعمل ايه يعني لو رجعنا بفضيحة من المغرب؟ مش هتسلم على محمد صلاح مثلا وتتصور معاه؟ منظومة فاسدة ولعيبة عرة، ووزير كان مدير تسويق سابق في المختلط قاعد على قلبنا بقاله 8 سنين، فشل في كل الملفات. وبعد ده كله يا عيني الجمهور المسكين برضه بيروح يشجع وعشمان يكسب. ما هو لما تزرعوا برسيم مش هتطرح تفاح. ناس ما عندهاش دم.